يا مساء الفل. دمشق هي الأساس في صناعته، وانتشر في عهد الفاطميين والمماليك، وكان الأداة الرئيسية في إنهاء حياة شجر الدر اللي حكمت مصر 80 يوم. الأبقاب تاريخ من سوق القباقبية في دمشق إلى التواجد في مصر حاليا في المساجد. تعالوا بينا نعرف حكاية. وبعدين لما لقى فيه فضلات بتطلع من الخشب الكبير زي ما انت شايفه كده في الخشب، حاولنا نعمل الابايب لان هو اصلا تركي او عثماني من ايام المماليك. بعد كده اتنقلت سوريا ولبنان لان السوريين طبعا الناس يعني مخضرمين في الشغله دي، بقوا بيعملوا بقى بالصدف وبتاع والديكورات اللي انت عارفاها دي. وبعدين كان من وصايا الحاج الله يرحمه ما نقطعش شغله الابايب عشان المساجد، فتولاها بعد والدي اخويا الكبير الحاج حسن الله يرحمه. وانا بحاول احيي الطراز القديم على اساس ان في برضه حاجه في البلد من الايام الزمن الجميل. مش أي نوع خشب ينفع لصناعته، وغير كده الأبقاب له فوايد معظمنا في الوقت الحالي ما يعرفهاش. في خشب كافور وسبيانس وفيكس وتوت، بس بيجي خام زي ما انت شايفه كده على الارض، وبعدين انا بقطعه وبعدين بفصله وبعدين بدوره وبعدين بستعمل مسامير والكاوتش العادم بتاع السيارات بيقطعوه وبيشويه زي ما انت شايف شرايح كده. ببدا انا افصله من جديد واركبه للأوباية كاوتش. وبعدين بياخدوها الناس للمساجد طبعا، وفي ناس بتاخدها عشان تقف بيها على الغساله، تقف بيها في الحمام لانه ما بيزحلقش اولا على السيراميك، وبعدين عازل للرطوبه، وبعدين مضاد للروماتيزم. ففي منافع كتيره من الناس مستهتره بيه. زمان كان في مقاسات وأشكال مختلفة لكنها كانت بتتكلف، ودلوقتي ما عادش بيشتغل غير في مقاس واحد كبير للمساجد وبس. كان في فورم اطفالي وفي فورم بناتي وفي فورم حريمي وفي فورم رجالي. ما عادش موجود الكلام ده دلوقتي؟ لا طبعا دلوقتي كله للمساجد، ما حدش بيستعمل أبقاب. كان الاول ابو مين اللي كان بيلبس أبقاب، وبعدين كنا بنتعامل مع كل جهات مصر، وجه قبلي ووجه بحري والاقصر واسوان ونجا حمادي، كل دول كانوا بياخدوا الابايب. اسعاره ده كان بتعريف الأبقاب ده الاول، دلوقتي وصل ل 15 جنيه الأبقاب. مع غلاء المعيشه والزمن اللي احنا فيه دوت ما يجازيش اكتر اقل من كده. في مقاسات بس الكل المطلوب دلوقتي ما اقدرش اعمل مقاسات انا صغيره لان كل المطلوب كبير، مفيش حد بياخده يستعمله في البيت، وكل اللي بياخده بيحطه في المسجد للوضوء. مفيش حد بيجي يستخدمه يطلبه للبيت؟ لا، في نادر قوي لما تيجي واحده مثلا او واحد راجل عنده روماتيزم او بتاع عايز أبقاب عشان رجليه ورم، ما رجليه عنده روماتيزم بتاع. عم نور ورث المهنة عن والده وأخوه، وبرغم الظروف الصعبة مكمل لأنها مصدر رزقه الوحيد، وبيحاول يحافظ على تراث في طريقه للاختفاء. أنا بقالي أكتر من سنتين ما بقاش أبقاب عشان طبعا قال لك الكورونا مش الكورونا والكلام اللي أنت عارفاه ده. أنا بتمنى إن هي ما تنقرضش يعني، بس أنا بعمل كل المجهود على أساس إن الشغلة ما تنقرضش. قال الشغله ما تنقرضش، التجديد لازم اجدد، وبعدين عشان اجدد النهارده ما تجازيش معايا. فاللي عايز يجي اهلا وسهلا، اي فورمه هو عايزها او اي حاجه انا اعمل الشكل اللي هو عايزه. يعني انت ممكن ممكن، بس زي ما بقول لك بقى يا سيدي كلف، بقى يا ست يا سيدي كلف. كلف يا سيدي. مالكش في الأبقاب؟ عدي اشتري 2 3 حطهم في المسجد ثواب، او احتفظ بيه في بيتك كتراث ممكن قريب ما يبقاش له ذكرى. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد. سلام.